السلام عليكم المتتبعين الأوفياء، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو بتمام الصحة والعافية إن شاء الله، وباش ما تمنيتو طول العمر إن شاء الله. اليوم غادي نشارك معكم هذه المريقة المتواضعة. الصراحة هذه ما كايناش أسرة مغربية ما كتحضرهاش، يا إما الغداء أو العشاء على حساب أشنو كاين. أنا هذه المريقة هذه درتها للغدا، الصراحه جات بنينه، وهذه بطبيعه الحال كله والنصيب ديالو كله الطريقه ديالو. انا غندير لكم الطريقه ديالي اللي كنطيب بها لوليداتي ولداري، صراحه كتجي بنينه وزوينه. بالنسبه للبطاطا درت انا غير بطاطا وجلبانه وشويه ديال الزيتون والحامض مصير. بطبيعه الحال كتجي اكثر من رائعه، ودابا راكم عارفين مع البرد ضروري الانسان كيجي يجوع داكشي. هادي كتجي زوينه بزاف وبنينه، اهم حاجه البنه هي كلشي. المهم غادي نبداو بالطريقه والمكونات. انا خديت هنايا شويه ديال الدجاج لحساب عدد الافراد ديالكم وعلى حساب كله والكميه اللي كيدير. انا كندير غير شويه لان وليداتي ما عندهمش مع الدجاج. صافي درت شويه ديال الدجاج، درت عليه بصله مشلضه على هذا الشكل هذا، درت شويه الربيع، درت جوج ريوس ديال الثومه تما حكيتهم، ودرت العطريه. بالنسبه للعطريه انا درت السكينجبير، درت شويه تحميره، درت كاين اللي ما كيبغيش التحميره، انا كتعجبني هاد التحميره لان كتعطيني هذاك اللون فقط، لان ما كنديرش انا الملون الاصطناعي او هذاك الملون ديال الكاغيط ما كنديروش. داكشي علاش درت كيف قلت لكم اختياريه، بغيتو ما ديروش ما ديروهاش، كيف قلت لكم كل نصيب ديالو. انا نشارك معكم الطريقه ديالي انا، واللي بغات تجربها مرحبا. وبالنسبه للمبتدئات اللي بغاو يجربوها لانها كتجي بنينه هاد الطريقه هذه. صافي كيف قلت لكم درت التحميره، درت شويه سكينجبير، شويه الخرقوم عرق او الخرقوم البلدي، التحميره، شويه البزار، وبطبيعه الحال درت الزيت هو الاول. صافي وغادي نخليها تقلى مزيان مزيان. انا ما كنطيبش في الكوكوط مثلا هكا المريقه وداكشي، ما كنديرهاش في الكوكوط، كنديرها غير في هاد الكويميلات هادو. الصراحه كنت خديتهم من بيم، صدقوا لي فنين 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 بزاف، غير الا لقيتوهم غير خذوهم على ضمانتي. صراحه زوينين ما كيلصقوا ما والو. انا خديت فيهم جوج ومازال الا جابوهم غادي ناخذ واحده اخرى ان شاء الله، لانهم صراحه زوينين وكيطيبي فيهم مريقه او الحوت او شي حاجه بحال هكا اللي بالزربه كطيب كتجي زوينه فيها. كيف قلت لكم غادي نخليوها تقلى مزيان مزيان. كيف انا غادي نسديت عليها بالغطاء ديالها وخليتها تقلى. دابا غادي نحرك، كيف كتشوفوا كتجي اللوين ديالها على هذا الشكل هذا. صراحه كتجي بنينه كلها، وكيف قلت لكم راه كله الطريقه ديالو في النصيب. انا هذه هي الطريقه المعتمده ديالي وكتجيني بنينه. بالنسبه للغطاء تقشر ليا لان درتو في لافيسيل، هي اللي قشره مع درجه الحراره وداكشي، قشرت ليا داك البواني ديالها تقشر ليا. اما هي من ما حرقات ليا ما كتحرق ما والو. بالنسبه للخضره انا باش غادي نخضر درت جلبانه ودرت بطاطا، وبطبيعه الحال الزيتون بلدي هذا مرقدينه في الدار، وحتى الحامض مصير. ان شاء الله غادي ندير لكم فيديو خاص. هذا من العام اللي فات تقريبا، عام دابا هو عندي ما خسر ما والو، كيجي واعر واعر بزاف. غادي ان شاء الله ندير لكم فيديو خاص كيفاش الطريقه ديالو. كيف كتشوفوا من بعد ما تقلى ليا اللحيمه ديالي مزيان درت بطاطا ودرت ميلونج بين البطاطا الحلوه، درت حتى واحد جوج حبات ديال البطاطا الحلوه وبطاطا العاديه وشويه جلبانه، وبطبيعه الحال فلفله حاره، ودرت الحامض مصير اللي غادي ان شاء الله نشاركه معكم. كيجي زوين وكيجي واحد الطريقه فيه فنه فنه وما كيخسر ما والو. انا دابا راه عندي تقريبا العام دابا هو عندي كنطيب بيه بحال هكا في الطاجين ولا في الكاميله، كيجيني زوين. وبالنسبه للزيتون حتى هو درتو دابا معاه باش يطلق لي داك المذاق ديالو. صح كتجي واحد الكويميله فنه فنه وما نقولش لكم على المذاق كيفاش كتجي فيها، وكتجي خاطره وكتنقصي عليها البوطه وتخليها طيب على خطره. بالنسبه للبنات اللي كيديروا غلط كبير، بالنسبه لبغيتي تروي ما عمرك تروي بالماء بارد، ضروري تروي بالماء طايب
باش تجيك الماكله بنينه وتجيك هذيك المريقه ولا اي حاجه ديالك طيبتها تجيك بنينه. ضروري ما ديري الماء طايب، طيبيه كالماء وتروي به. صافي غادي نسد عليه ونخليه حتى طيب. دابا ها هي طابت كيف كتشوفوا معايا، كنقص عليه وكنخليها كتجي خاتره وزوينه زوينه في المذاق. وبطبيعه الحال الا عجبكم هذا الفيديو هذا بارطاجيوه مع الاصدقاء، وخليوا لي التعاليق ديالكم اللي كتجي تشجعني، ولي لايك ديالكم اللي كتفرحني. واللي مازال ما مشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس باش هكا يوصلوا كل جديد. وكنشكر البنات اللي كيدخلوا عندي جداد، شكرا لكم بزاف بزاف. كيف كتشوفوا انا قدمتها فيها التفصيل هذا، كتجينا على هذا الشكل هذا، كتجي معلكه وزوينه والمذاق يا سلام. تجربوا الطريقه ديالي ان شاء الله وغادا تعجبكم، وردوا عليا في التعاليق. وسلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله.